حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لاول مره تشوفوني ما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو. اللي محتاج قراءه خاصه بيتواصل معايا على رقم الواتساب الموجود قدامكم على الفيديو. طيب النهارده هنعمل مع بعض قراءه، هنشوف هل هيحصل اي تغيير في شكل العلاقه في الوقت الحالي، هل هياخد خطوه فيها صلح فيها رجوع، او حتى يبين ان هو عايز يغير شكل العلاقة او ياخد خطوة جديدة ما بينك وما بينه. تمام، فهنشوف مع بعض كده. بسم الله، الدنيا فيها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طيب الشخص ده عمره ما فقد الامل في العلاقه، طول الوقت هو شايف ان في مستقبل ما بينك وما بينه في العلاقه دي. تمام، طول الوقت بيحاول يشوف هو هيعمل ايه الخطوات، بيرتب نفسه، بيجهز اوراقه، بيشوف هيعمل ايه، هيشتغل على ايه، هيشتغل على نفسه ازاي علشان يقرب منك ويكون معاك ويقرب العلاقه دي، وان انتوا الاتنين يعني تقربوا من بعض، وان العلاقه تكون احسن واحسن وتنهوا حاله البعد او تنهوا حاله الخلاف اللي ما بينك وما بينه. طيب انت بقى ما بينك وما بين نفسك شايف ان انت مش لاقي نفسك مع الشخص ده، او الشخص ده مش الشخص المناسب بالنسبة لك. تمام. طيب ليه انت حسيت الاحساس ده؟ لان انت في وقت من الاوقات حسيت ان في شيء سام في العلاقة دي، او ان العلاقة دي سامة بالنسبة لك، او ان العلاقة دي مؤذية بالنسبة لك، وانت ما بينك وما بين نفسك تعبت، زهقت، مليت من العلاقة، او تعبت من المشاكل اللي فيها، او يعني كان فيها تطورات كتيرة جدا مش احسن حاجة، فخلتك اللي انت خلاص يعني جبت اخرك من العلاقة. تمام، فانت ما بينك وما بين نفسك يعني رميت الشخص ده ورا ظهرك، وحسيت ان هو خلاص بقى ماضي وانتهى، او ان هو علاقة من الماضي. تمام. شايفه ان كان في مشاعر ما بينك وما بينه، يعني شايفه ان انتوا الاتنين كنتوا بتحبوا بعض، انت كنت بتحبه وهو كان بيحبك، ولكن هو سابك وادالك ظهره وبعد. تمام، وابتدى ان هو يشوف حياته، ابتدى ان هو يركز في دنيته. وانت ما بينك وما بين نفسك قلت خلاص، هو لو مش لاقي نفسه معايا انا كمان خلاص مش هلاقي نفسي معاه، وهبتدي اشوف طريقي، وهبتدي اشوف سكتي، وهبتدي اشوف حياتي. طيب ماشي. طيب رغم الكلام اللي انا بقوله ده، لكن برضو انت في حاجة جواك بتقولك استنى، شوف هيعمل ايه، شوف ايه التطور، ايه اللي هيحصل، شوف هو ايه الخطوات اللي هو هياخدها علشاني وعلشان العلاقة. تمام، هو ما بينه وما بين نفسه هو عارف ان هو دمر العلاقة، عارف ان هو كل اللي عمله ضيع كل حاجة. ولو انت كنت مستنيه في وقت من الاوقات وكان عندك امل ان العلاقة تتحسن، فهو عارف ان هو دمر الامل ده. تمام، لان هو عارف ومتاكد جدا قوي 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 ان انت ابتديت ان انت تتخنق، وابتديت تتعب، وابتديت تمل من العلاقه دي. تمام، لان هو عارف هو وصلك لايه بافعاله، بردود افعاله، باللي عمله، هو عارف هو وصلك لايه. طيب شايفه ان الشخص ده شويه في حيره قوي ما بين اللي حاصل دلوقتي في العلاقه وما بين اللي كان عايزه. يمكن هو شايف ان اللي بيحصل دلوقتي مش ده خالص اللي هو كان عايزه، او كان بيخطط له، او كان بيرتب له. انت سايبه شوية لتفكيره، بتشوف هيعمل ايه، بتشوف ايه الخطوات اللي هو ممكن هيعملها، بتشوف هترجعوا لبعض، يعني هيحاول ان هو ياخد لك خطوات، هترجعوا لبعض ولا لا. ممكن تكون سايبه يركز مع نفسه شوية. تمام، ليه؟ لان انت كتير قوي قوي ما حسيتش ان يعني ما بينك وما بين نفسك ما حسيتش ان الشخص ده سند، او ان هو الشخص اللي ممكن يقف جنبك. حاولت تتأكد فعلا ان هو شخص ممكن يكون سند وامان ليك، لكن لقيته ان هو مش بيفكر غير في نفسه، غير في رغباته، غير في اموره، غير في حياته. اوقات كتيرة قوي كنت بتلاقيه ان هو معاك ومش معاك، علشان كده اتغيرت فكرتك خالص عنه. انت كنت طول الوقت انت اللي بتصلح في العلاقة، انت اللي عايز العلاقة تكمل، انت اللي عايز العلاقة تستمر. فانت يعني ما بينك وما بين نفسك كده زي ما يكون فوقت، فحسيت ان انت عشت فترة كبيرة جدا من العلاقة دي لوحدك من غير ما هو يبقى موجود في حياتك. تمام، واللحظة اللي انت كنت يعني مستنيه فيها،
او مستنين هو يهدى من ناحيتك. يمكن لما حصل مشكله ما بينك وما بينه انت بعدت، قلت اسيبه شويه، ابعد شويه، يمكن يهدى، يمكن الدنيا تستقر، الامور تستقر، فانت بعدت على اساس ان هو يهدى. لكن ان انت لقيت ان انت لوحدك اللي كنت بتشتغل على العلاقه، وهو ما كانش هنا خالص، كان مبتعد، ما كانش بيفكر في العلاقه زي ما انت بتفكر فيه. يعني فبقى عندك كره قوي جدا ناحيته، لان انت اكتشفت ان هو كان بيفكر بعقله وانت بتفكر بقلبك. تمام. وده خلى الحب يعني يتجمد جواك او يقل. تمام. وابتدى لما هو حس منك ان انت بقيت كده، ابتدى ان هو عايز يلفت نظرك ويقرب منك. تمام. لان هو خايف طبعا ان هو يفقدك، او خايف ان هو يخسرك. طيب اوكي. طيب انت شخص يعني الشخصيات الحساسة قوي، عندك احساس مرهف، وده ممكن يكون مش عاجبه او مش مريحه. لان هو خايف ان انت يعني عشان انت شخص حساس فتبتدي تمشي ورا قلبك، فتبتدي ان انت تاخد طريق تاني. تمام. لكن انت في العلاقة دي انت ما مشيتش، انت بس مجرد ان انت يعني موجود ومش موجود. بمعنى ايه؟ انت موجود ولكن العلاقة مش همك زي الاول، او ما بقتش، او العلاقة ما بقتش فارقة معاك. تمام. فهو من الطريقة دي ابتدى يحس ان انت عندك برود من ناحيته، او ان انت بقيت بتتعامل معاه بتجاهل وبرود مش زي الاول. تمام. فده برضو مضايقه. كمان هو الطريقة اللي بيحاول ان هو يقرب منها بيك بتزود تعقيد الموقف. ليه؟ لان هو مش عايز يعترف باخطائه، مش عايز يعترف ان هو غلطان، مش عايز يجي على نفسه، وده بيزود من الزعل اللي جواك. تصرفاته بتزود المشاكل وبتخليك عايز تبعد عنه، عايز ما تكملش في العلاقة دي، لان انت بتحس طول الوقت ان انت اتأذيت في العلاقة دي. تمام. شايفة ان الشخص ده هيحاول ان هو ياخد خطوة، يعني شايفة ان الشخص ده هيحاول ان هو ياخد لك خطوة، لان هو عايز العلاقة تستقر، عايز العلاقة تستمر. لكن هو واخد حذره قوي 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 في كل خطوة، في كل قرار، في كل وعد. تمام. مش بيقول كده اي حاجة وخلاص، او مش بيتصرف باي طريقة وخلاص. طيب الشخص ده خلي بالك منه قوي، انت مش هتعرف توقعه في اي كلام، مش هتعرف تحسسه ان هو غلطان. هو ما بينه وما بين نفسه خلي بالك عارف ان انت مش عايز تبقى معاه زي زمان، او مش عارف تفتح له قلبك تاني، وده مزعله. وفي نفس الوقت هو عايز يعرف انت ناوي على ايه في العلاقة دي. فخلي بالك انت بتتعامل مع شخصية مش سهلة، لازم تبقى حريص قوي وانت بتتعامل معاه. لان الشخص ده رغم ان هو عايز يكون معاك للابد، وعايزك تعرف هو حاسس بايه من ناحيتك، لكن حريص قوي 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 زي ما قلت لك في كل حاجه، وفي كل تصرفاته، وفي كل مواقفه. تمام. لكن هو اوريدي عايز ياخد فعلا خطوات جد، وعايز يعرف حاجات كتيرة جدا، وعايز يقرب منك، وعايز يبقى فيه يعني العلاقة تكون احسن، وشكل العلاقة يكون احسن، وتقربوا من بعض وتدوبوا يعني جبل التلج كده اللي اتبنى ما بينك وما بينه، يمكن بافعاله، بتصرفاته، بمواقفه، برضو بسوء فهم منك. يعني الدنيا شوية مش متظبطة، فهو برضو عايز يظبطها، وعايز يقرب منك، وعايز يحسسك ان ليك اهمية وليك قدر وليك قيمة في حياته. تمام. بس فدي كانت قراءتنا النهارده. اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو، وباي باي.